السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه اعمل كده فطار كده سريع وصغير مع بعضينا. هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله جمبري. ده جمبري بقشره انا غسلاه، وده جمبري انا مقشراه. ده هسلقه عادي، ده هعمله بالزبده. ماشي. هحتاج ايه بقى عشان اعمل الجمبري اللي والقشر دوت؟ انا هعمل منه شوربه، مش هرميه برضك. هحتاج بقى طماطمايه متقطعه وبصلايه وقرن فلفل وملح وشطه وكمون. هعمل كده الجمبري اللي هو بالشوربه، هو والقشر. والبصل والطماطم دي بقى هنعمله كشك مع بعض. يلا على البوتاجاز مع بعض ونشوفوا هنعمله بقيه الحاجه مع بعض ازاي. فطار كده سريع وسهل وبسيط. ودلوقتي كده انا حطيت الجمبري وقشره على النار. هعمل بقى الشوربه. هنزل بقى بالطماطميه اللي انا مخرطاها والبصلايه هساعدك. ده فلفل مش البصلايه. وقرن الفلفل. وهبتدي كمان اتبلها. كده وهحط كمان كمون. وحطينا الكمون كمان. هبتدي بس ايه اقلب كله كده ايه مع بعض. سواء قوام ايه بيلعب. ماشي. في الطاسه التانيه دي انا حاطه زيت، حبه زيت كده حلوين عشان اعمل بقى إيه؟ نعمله الكشك والرز. اول حاجه في عمايل الكشك ان انا بحمص البصله. البصله دي اللي بتبقى متحمره ومحطوطه على الوش. البوتاجاز مش والع. كده بصوا الجمبري لما غلي وطيت عليه وغطيت. هسيبه بقى كده ايه يعيش حياته شويه. وهنا انا سلقه بطاطس، هنعمله بردك بيها ايه كده طبق جانبي جنب الاكل. يلا بقى نشوف ايه هعمل فيه ايه. بس ايه احمر البصله بس عشان ايه ما اسيبهاش. ههرسها بس ونستنى نكملوها مع بعض. انا كده البصله اتحمرت اللون اللي انا عايزاه. بصفي كده الزيت كله منها عشان اعرف كده ايه اخدها. الزيت بقى اللي انا حمرت بيه دوت هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه رز من غير بصل، بريحه البصل بس كده وبالكركم وبالكاري. هيبقى طعمه جميل جدا. فكده ايه الزيت كده زياده، فانا هاخد منه بقى جزء هنا للكشك وجزء للرز. كده بقى انا هعمل الرز كمان. احط معلقه كاري وكركم. فكرت البوتاجاز طفى. بس ياخدوا بس من سخونيه الزيت. وهحط عليهم الرز. كده انا غاسله الرز. بصوا زي ما انتم شايفين كده خلاص سخن اهو. هنزل عليهم بالرز، مقدار الرز اللي انت بتعمليه. مش هحط له بقى ميه ياما، مش هحط له ملح ياما عشان انا هاخد له من شوربه الجمبري تسقيه. يعني حتى لو مش هتاخدي الميه كلها بالكامل من الجمبري عشان يفضل لك كمان شوربه، حتى لو هتاخدي كبشه ولا اتنين هتظبطي طعم الرز قوي. جربوه مره كده مع السمك، عشان انا بعمله بالبصله وبشيل منه بصراحه البصله. يعني انا بحط عليه الميه تغلي وبعد كده بشيل البصله خالص. كده بقى ناخده من الشوربه وكبشه
اللي ما يعرفش العيار الكوبايه، الثلاث كبشات كوبايه. انا كده خدت 3 معالق، 3 كوبايه، وهحط كوبايه ميه. وكده الجمبري كده معايا استوى اهو. هطفي عليه عشان الجمبري ما بيحبش يستوى كتير. والرز برضه هنغطي عليه بس اظبط له ايه ميته. هوطي على الرز ونقله في مكان تاني ونعمله مع بعض. يلا الكشك كده الرز غلي وانا نقلته على نار واطيه. هنبتدي بقى مع بعض نعمله الكشك. الكشك باخد الزيت اللي هو مطرح زيت البصل، وببقى بشرط طماطميه وبحطها على الزيت. هحطها كده لغايه ما الطماطميه دي تتسبك. انا مش عايزه بس الحاجه تبقى النار عاليه والطشطشه، ما بينفعش تسمعوا الكلام بتاعي مع الزيت. هتسبك الطماطم بقى ونعمله بقيه الكشك. وكده بقى الزيت بدأ يسخن اهو. ايه هنسبكوا الطماطم دي بتاعت الكشك. الطماطميه دي طماطميه مبشوره. والكشك بردك يا بنات بيتعمل بالزيت اللي مطرح آلية البصل عشان يدي نفس ريحه البصل، بس انا ما بحبش احط فيه البصل عشان ما يديش شكل ايه مختلف. هنزل عليه كده بكام جمبريه بيخلوا طعمه بردك حلو. وبردك هعمل الكشك بميه الجمبري. انا واخده ميه الجمبري اهي، حط عليها معلقه دقيق بس انا ما رضيتش اقلبها عشان اوريكم. هقلبها بقى بشوكه. مجرد ما تحسي ان الايدام ظهر على الوش كده يعني كده اتسبكت. الناس اللي بتبقى عايزه تفهم يعني ازاي اتسبكت، ان هي لما الايدام ينطر كده على الوش يبقى كده الطماطم اتسبكت، عشان احنا عايزين طعم الطماطم المستويه مش النيه. هبتدي بقى انزل بالميه اللي بالدقيق اللي هي ميه الجمبري بمعلقه الدقيق. ابتدي احبشها توم مهروس ومعلقه اللي هي هريسه الشطه. طبعا بس عشان هي ايه بتلف بسرعه. انا ملحها كمان
وهجيب لها كمان معلقه بابريكا. معلقه البابريكا بقى هبتدي ايه اقلبهم كلهم مع بعض. لو حسيتي ان هو تخين معاكي خففي بقه ميه. انا دلوقتي حطيت له بقه ميه عشان يظبط معايا. وبتدوقي ملحه عشان لو مش هيطلع ملحه مظبوط مش هتعرفي تظبطيه لما تصبيه. ولما بيبقى ملحه مظبوط انا شميته، لما بيبقى ملحه مظبوط بتبقى ريحته طالعه، عشان انا بطبيعتي اصلا ما بدوقش الاكل. لازم بقى يغلي كده ويطلع بقاقير زي البشاميل كده، يبقى ايه استوى وطعمه يبقى يطلع معاكي مستوي. نجيبوا بقى الاطباق ونصبوها فيه. ودلوقتي دي البطاطستين اللي انا سلقتهم. ممكن تسلقي بطاطسيه واحده على حسب عدد اللي انت عايزاه. ههرسها كده عشان ايه تهرس معايا كلها. هحط لها بس معلقتين نشا عشان تتماسك معايا، وعشان لما اجي اقليها تبقى كريسبي كمان. دي فايده النشا اللي بتحط للبطاطس. ومعلقه ملح، وهكمل كده ايه عجنها معايا. بتلفيها كده لغايه ما تبقى معاكي عجينه كده ايه متماسكه، تعرفي ايه تشكليها. هبتدي اخد كده كرات كده صغننه، يلا بقى اوريكم ايه هنعمله فيهم ايه. هنجيب الجمبري اللي احنا مقشرينه بقى، هناخده منه اللي انا سايباله الحته اللي بديلها دي. هعمل بقى فيها ايه، هحطها كده جوه وهلم عليها البطاطسايه واعملها كده زي الكوره. دور بردك على واحده تانيه كده بقشرتها بالحته بتاعتها ديت بديلها، عشان انا دول سايباهم للبطاطس دي كده. كده هيبقى طبق جانبي جنب كده الاكل، هيبقى بيدي منظر ايه جميل. بتطلعي بس كده ديل الجمبريايه واضحه وتلفيها عليها. نعمله كمان واحده. بعد كده بقى هعملها بايه، هعملها ببيض وبقسماط واقليها. هخلص بقى الكميه وارجع لكم. ودلوقتي هحطها في بقسماط. افضل حاجه ليكي انك تجيبي كيس وتحطي فيه البقسماط، هيدي معاكي النتيجه ايه احلى. في ايه بقى، بس بقى انا لما اجي اجيبها كده اهوت واحطها كده مش همسكها انا بقى بايدي، همسك كده بالكيس والم عليها بالبقسماط، يا كيس يا اما بمفرش البلاستيك اللي بنجيبوه من السوبر ماركت. هتلم معاكي وهتتعمل كلها بالبقسماط بطريقه سهله وجميله. بس انا هقفلها عشان الكيس هيعمل دوشه. ودلوقتي كده انا خلصت الكميه، همسكها احطها بقى في التلاجة عقبال ما اجي اقليها، وانا بقى قبل ما اقدم الاكل بحاجه بسيطه عشان تتقلى على الاخر وتبقى سخنه. ودلوقتي هسوي بقى الجمبري اللي بالزبده. حته زبده في طاسه كده على النار، والجمبري انا غسلاه ومنضفاه حاطاه في مصفى مفيهوش اي ميه، وهنبتدي ننزلوا بيه على الزبده قبل ما الزبده تسيح كلها
عشان ما تتحرقش. هرش عليه ملح وهحط له بصل بودر وثوم بودر. احط له بصل بودر وثوم بودر. تحطي له بقى نص معلقه بابريكا مدخنه، هتديله لون وريحه تحفه. ومجرد ما بيغير لونه يبقى هو كده استوى. ما تتكيش عليه زياده عشان ما تنشفوش. هقلبه بقى في السيرفيس واقدمه على السفره. ويلا بقى تشوفوا نفرش السفره مع بعض. كده يا بنات الاكل بعد ما خلص وحطيناه على السفره. بصوا معانا كده الكشك عملناه ازاي وزيناه بالبصل المحمر. ودي شوربه الجمبري، وده الجمبري اللي بالزبده، ودي السلطه عاملين سلطه عاديه، ودي البطاطس اللي انا قلت لكم طبق جانبي هتبقى شكلها جميل قوي لما اتقلت اهي زي ما انتم شايفين. وده كده معاكم الجمبري المسلوق. ودي كانت السفره البسيطه بتاعتنا النهارده. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.